السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم معكم واحد الكيك يومي اللي كيجي زوين بزاف، أكثر من رائع، سهل وسريع وبمكونات جد اقتصادية وكيجي خطير. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذا الكيك من أول الفيديو حتى الآخر ديالو. في المكونات غادي نحتاج نص كاس ديال سكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وبيضه بحراره الغرفه، تقريبا واحد 3 المعالق ديال الكركاع اللي همشتو، وجوج معالق ديال الكاكاو، كاسونس ديال الدقيق، جوج ساشيات ديال الفاني، وساشي ديال خميره الحلويات. في واحد الاناء غادي نوضع البيضه، غنزيد الكميه ديال السكر، هاد القياس عطيتكم بقياس كاس العنبه. غادي نزيد جوج ساشي ديال الفاني، انا كيعجبني الفاني، ممكن انكم تضيفوا غير وحده، انا كيعجبني ضفت جوج. غادي نخلط مزيان حتى يتضاعف ليا الكميه ديال الخليط اللي عندي. من بعد غادي نزيد الزيت وغنخلط مزيان، وموراها غادي نزيد الحليب. خليت شويه ديال الحليب على حسب الخليط، الا كان ليا شويه قاصح غادي نزيد ديك المعلقه ديال الحليب اللي خليت. غادي نزيد جوج معالق ديال الكاكاو وساشي ديال خميره الحلويات، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا بشويه بشويه على حسب الخليط. تقريبا انا غياخد ليا كاس وربع ديال الدقيق، وانتم على حسب الخليط. غادي نخلط مزيان حتى نوريكم القوام ديال الكيك او الخليط اللي عندي. كتختلف الكميه على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب دغيا وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. غادي نضيف ديك الكميه ديال الكركاع اللي همشت، كتجي زوينه في هذا الكيك، كتجي زوينه بزاف، من الاحسن انكم تضيفوه. غادي ندهن المول بشويه ديال الزبده ونرشو بالدقيق، اي مول نتوما متوفر عندكم. الا كان عندكم مول كبير فممكن انكم تضاعفوا الكميه ديال الخليط. وغادي نكون سخنت الفرن على درجه الحراره ديال 180 درجه، تطيب لينا من التحت، وعاد غادي نشعلو عليها غير من الفوق تقريبا 2 ديال الدقائق. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاج دانيت شوكولا، 2 معالق ديال الكاكاو، تقريبا 8 القطع ديال الشكلاط، 2 معالق د المايزينا، و2 معالق ديال سكر سنيده والحليب. غناخد واحد الكاسرول، غادي نوضع فيها 2 ديال الكيسان ديال الحليب بقياس كاس العنبه، غنزيد 2 معالق ديال سكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا حتى 3. 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير، او ممكن تعوضوه بالمايزينا. وغادي نزيد الكميه ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو في هذه الكريمه من الاحسن انه يكون كاكاو نوعيه جيده باش كيعطينا واحد المذاق وحتى اللون اللي كيكون زوين. غادي نخلط مزيان على البارد. من بعد غادي نوضعها فوق من البوطه اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقش لينا الكريمه. وغادي نبدا نخلط مع التحريك المستمر، ما نوقفش يدي كاع حتى نحصل على الكريمه اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا معايا الكريمه هاهي كطيب وقربت توجد. القوام ديالها ما غاديش يجي ثقيل بزاف، كيف ما غتشوفوا معايا غتجي كريمه خفيفه، حيتاش مازال غادي نضيف ليها الشكلاط والياغورت ديال دانيت. غادي نستمر في التحريك حتى نحصل على الكريمه اللي بغيت. ومن الاحسن ان البوطه تكون متوسطه، فاش كنجهدوا عليها كيتحرقوا لينا الجوانب. وهذا
هو القوام ديال الكريمه اللي بغيت. كيف ما قلت لكم كتجي خفيفه. غادي نحيدها من فوق البوطه ومباشره غادي نزيد ليها دانيت بنكهه الشوكولا. كيعطينا واحد المذاق وقوام زوين لهاد الكريمه، كيخليها تقريبا كامله بحال الشكل ديال دانيت. يعني كتكون هاد الكيك فوق منها الكريمه ديال دانيت. غادي نزيد 6 حتى 8 القطع ديال الشكلاط، وممكن نزيدو معلقه كبيره ديال الزبده حتى هي كتعطي مذاق زوين. غادي نخلط مزيان حتى يذوب ليا الشكلاط مع الكريمه. يعني غير ديك السخونيه ديال الكريمه كافيه انها تذوب لينا الشكلاط، وغادي نعاونوها بالتحريك. ومن بعد غادي تذوب ليا الشكلاط ونحصل على هاد الكريمه القوام ديالها على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. فانا مباشره غادي نوضعها فوق من الكيك اللي تكون يعني ما تكونش بارده. انا غير خرجتها من الفرن مباشره غنوضع فوق منها الكريمه. الناس اللي كيبغيو الكيك تجي رطبه بزاف ممكن انكم تسقيوها بنص كاس ديال الحليب. انا اكتفيت بها هكا. غادي نوضع الكريمه وغادي نحاول نقادها بسباتول، وغادي نخليها يعني غير بحراره المطبخ تشد راسها الكريمه. عاد غادي نزينها باش ندخلها تبرد. وبعد ما بردت ليا الكريمه كيف ما قلت لكم خليتها غير في المطبخ، غادي نبدا نزينها. انا تزيين خديت 2 ديال الكوفريت او طونيك اللي همشتهم غير بيديا، يعني ساهلين انهم يتهرمشوا. وغادي نبدا نضيفو فوق من الكيك. كيعطينا هذا الكوفريت واحد المذاق زوين لهذا الكيك هذا. غادي نحاول انني نغطي السطح ديالها كامل. كتجي غزاله زوينه بزاف. ننصحكم انكم تجربوها. كيف ما قلت لكم راها ساهله وبمقادير جد اقتصاديه. غادي نستمر في التزيين ديالها حتى نغطي طبقه ديال الكيك يعني السطحيه، ومن بعد غادي ندخلها تبرد من ساعه حتى ساعتين. شحال ما بردات مزيان شحال ما كتجي زوينه. وممكن اننا يعني نحتفظوا بها من غير المجمد، يعني ما كنحتفظوش بها في المجمد، كنقطعوها ونوضعوها في واحد الطاسه وكتبقى لينا مده 3 ايام حتى 4 ايام. وبعد ما بردت ليا الكيك انا كنت زربانه عليها وضعتها في المجمد تقريبا واحد نص ساعه حتى شدت ليا راسها مزيان ولات صالحه انني نقطعها. غادي نقطعها ونشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي من الداخل. غنبدا في التقطيع ديالها. كيف ما قلت لكم الناس اللي غيبغيو يعني الكميه كبيره فغتضاعفوا الكميه ديال الخليط اللي عطيتكم كامل باش تجيكم واحد الكيك اللي كبيره بزاف، يعني تكون كيك بحجم عائلي. غنوضع الطريف فوق من واحد الصحن او طبسيل باش نشوفوا الشكل ديالها عن قرب. وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي زوينه بزاف. ننصحكم انكم تجربوها، سهله والمذاق كيجي خطير. نتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.